بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أمريكا صنعت مهديا مزيفا لمحاربة المصلح المهدي عليه السلام. لقد قامت الحكومات الاستعمارية والحكومات العميلة لها، السعودية والسودان والإمارات، كل دولة صنعت مهديا مزيفا ليحاربوا به صاحب الزمان المهدي الكبير منقذ البشرية صلوات الله وسلامه عليه. وآخر الموضات التي طلعت علينا المخابرات الأمريكية إنها جاءت بمصري اسمه عبد الله هاشم، ولادة 1983، أمه نصرانية فهو على دين أمه صليبيا مسيحيا. وهذا الرجل تربى في أمريكا على يد الأجهزة الأمنية والمخابرات الشيطانية. وفي أمريكا يحكم حزب الشيطان الذي يدفع الناس إلى محاربة الشريعة ومحاربة رب العالمين ومناهضة الإسلام بكل قواعده وأسسه. فآخر الموضات أمريكا جاءت بهذا الرجل الناصبي الصليبي بتربية أمه المسيحية، وبقي 25 سنة يتربى في الحضن الأمريكي الشيطاني الصليبي، ثم أرسلوه إلى مصر ليقوي اللغة العربية ويواصل مشروعه الاستعماري الاستكباري على يد المخابرات المصرية التابعة للاستكبار الشيطاني. وبعد كل هذه المدة من 2008 إلى 2015 بقي في مصر، وبعد ذلك جاء إلى بريطانيا ليكمل المشروع على يد المخابرات الإنجليزية. فاشتركت هذه الأجهزة الأمنية في أمريكا ومصر وإنجلترا على تربية هذا الجاسوس، وبعدها طلبوا منه أن يعلن بأنه المهدي المنتظر عليه السلام. وفعلا أعلن هذا القزم الدعي اللقيط أنه هو المهدي، ويدعو إلى السفور وخلع الحجاب. فجاءت له المخابرات العالمية بشلة من الفسقة الفجرة عن طريق الأموال، والتحقوا به في غرفة عمليات، ويأتي هو يبلغ لهم الدين الجديد، دين صليبي شيطاني باسم المهدي المنتظر عليه السلام. شيء عجيب واقعا. يعني هم لم يكتفوا بقاطع البصري عميل المخابرات الصدامية البعثية التابع للمخابرات الإماراتية، بل أرادوا أن يصنعوا عشرات من المهدي المزيف ليطرحوه على الأمة
ويثير ضوضاء كبيرا في العالم في محاولة ومؤامرة لمناهضة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فأعلن هذا الصعلوك الدين الأحمدي، ويحاولون عبر الأجهزة الاستعمارية بإعطائه قناة تلفزيونية ودعم من الإعلام الشيطاني الغربي ليبلغوا إلى قاطع البصري عن طريق المخابرات الإماراتية، وإلى هذا عبد الله هاشم أبو صادق من قبل المخابرات الأمريكية والمصرية والبريطانية. يعني هؤلاء يخافون من ظهور ولي العصر المصلح المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يعرفون ماذا يفعلون في إرهاصات كبيرة. في كل يوم يأتون بمهدي جديد ليطرحوه على الأمة بأفكار رديئة وأخلاق وضيعة وسيرة مخابراتية من أروقة المخابرات والسفارات، ويطرحوه للبشرية. وهذا يبين خوف القوى الشيطانية الرومية من الإمام الأمة القادم بمساعدة ربانية عظيمة، بها سوف ينشر راية الحق ويقضي على راية الفساد التي تحملها القوى الغربية والصهيونية والأعرابية الخليجية. والسلام عليكم ورحمة الله